جات لي رسالة من صاحبي ده وهو هارد جينر زميل، يعني باختصار بيشتكي ان هو مش عارف يطور عضلات الذراعين رغم انه بيمرنهم كتير وفقا لرأيه. لو انت هارد جينر زينا تعال اقول لك بقى ازاي تمرن دراعاتك. طالما عايزين نطور عضلات الذراعين يعني هنركز على البايسبس والترايسبس. تعالوا نبدا مع بعض بالبايسبس. هنتمرن تمرينتين فقط في البايسبس. التمرين الاول هو البيهايند بادي سنجل هاند بايسبس كيرل، وده هنلعبه بالشكل اللي انت شايفه قدامك، وتقدر تلعب بالايدين لو انت عايز، لو عندك الكيبل الفي شيب. والتمرين الثاني هو الكيبل بريتشر كيرل اللي هو برضو في الفيديو قدامك ده. نيجي بعد كده للترايسبس وهنركز على تمرينين برضو. التمرين الاول هو الاوفر هيد كيبل اكستنشن بالمنظر اللي انت شايفه في الفيديو ده، والتمرين الثاني هو الستاندنج ترايسبس اكستنشن النسخه الاكستندد، ان انا بلعب بروب طويل او حبل طويل عشان احاول انزل لجنب جسمي عشان احاول اتارجت الرؤوس كلها اللي في الترايسبس. طب ركز معايا بقى عشان الكلام ده مهم جدا. انا كده قلت لك ايه التدريبات اللي انا بستخدمها كهارد جينر ومثبتها في الروتين التدريبي بتاعي، وبحاول اطور نفسي في اداء التمارين دي. بس مش معنى الكلام ده ان مفيش غير التمارين دي اللي تقدر تعملها. في تمارين كتيره للبايسبس والترايسبس ولاي جزء في جسمك تقدر تشتغل بيها، بشرط انك تكون عارف ان انت في الاخر هتارجت العضله كلها. طيب تعالوا بقى نتكلم عن الحجم التدريبي او التريننج فوليوم اللي طلع فيه كميه ابحاث الفتره اللي فاتت خلت الواحد يشك في كل حاجه يعرفها. اولا بالنسبه للبايسبس والترايسبس احنا نقدر نتمرن من 8 ل 14 مجموعه اسبوعيا، وكمان الترايسبس ممكن الحجم التدريبي يزيد شويه عن كده، بس خلي بالك مش دايما الاكتر معناه الافضل. يعني في الحاله دي لو انت عايز تزود الحجم التدريبي انت ممكن تكتفي بالهاي اند اللي هم ال 14 مجموعه اسبوعيا، لان خلي بالك لسه في حجم غير مباشر اللي جاي من مساهمه البايسبس في تمارين الظهر او تمارين السحب، والترايسبس في تمارين الدفع او تمارين زي الصدر على سبيل المثال. خلي بالك ان الحجم العالي للترايسبس اللي قلنا عليه من شويه ده جاي من احد الدراسات على عسكريين او الميليتري بيرسونال، ولقى انهم مع حجم تدريبي عالي جدا وصل ل 45 مجموعه اسبوعيا، والله العظيم زي ما بقول لك كده اتطوروا جدا. فطبعا هنا هنبدا نشك ونشم ريحه محسنات كيميائيه او استيرويدز واحنا ملناش دعوه. تاني حاجة عايزك تعملها وهي مهمة جدا، أنا عايزك تتمرن قرب الفشل العضلي، يعني نحاول نوصل لزيرو ل 3 ريبس ان ريزيرف. الحاجة التالتة المهمة جدا ومحدش بيركز فيها هي المايند ماسل كونكشن، إن أنت تكون مركز في تمرينتك. يعني أنا بتمرن بايسبس يا باشا لازم تكون البايسبس متفعلة، لازم أحس إن البايسبس شغالة، ما ركزش على البامب بس والعروق والكلام ده، لا ركز على تفعيل العضلة بإنك تركز تفكيرك أثناء التمرين. النصيحة الرابعة ان انت تمرن الجزء العضلي الضعيف من 2 ل 3 اسبوعيا، وده مش معناه ان تقعد تضاعف في الحجم، لا انا بقول لك وزع الحجم التدريبي يعني على عدد مرات تدريب اكتر، ده هيديك نتيجة افضل. خامس حاجة وهي مهمة جدا عشان تقدر تتطور في اي حاجة تخص التدريب البدني هو مبدأ التحميل الزائد او البروجريسيف اوفرلود او البي او بي. واحد يقول لي بس انا ما اقدرش اتطور على مستوى الشدة بشكل كبير في البايسبس والترايسبس عشان الفورم ما يبص بتاع التمرين. هقول لك انت تقدر تتطور على مستوى الحجم التدريبي، عشان كده انا قلت لك ثبت تمارينك عشان تعرف اوزانك وتشوف طريقه ادائك للتمرين وازاي ممكن تتطور. سادس حاجه واخر حاجه واهم حاجه وسبتها لكم في الاخر عشان هي دي الكريزه او الكريمه اللي في الموضوع كله، من غير تغذيه كويسه يا هارد جينر انت مستحيل تاخد خطوه واحده لقدام. طيب ازاي؟ عايز اقول لك ان كل 10 باوند اللي هم تقريبا كل 4 الى 5 كيلو انت بتزيدهم، سمك دراعك بيزيد حوالي 2.2 سنتيمتر. بالتالي حضرتك لازم تكون مهتم بتغذيتك ولازم تكون في فائض سعرات.